ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا جايبه لكم الوصفه دي لو عرفتوها، او الصوص ده بالتحديد لو عرفتوه مش هتقدروا تستغنوا عنه. زي ما احنا متعودين، الحاجات اللي احنا بنعملها بتكون صحيه وسريعه وسهله وكمان اقتصاديه. ده صوص البنجر او صوص الجوكر، انا بسميه كده لان انا بستخدمه في كل حاجه حرفيا فيها صوص احمر. يلا بينا نشوف بيتعمل ازاي ونعرف الطريقه. معايا هنا كيلو من البنجر مسلوق ومتقشر، وهبتدي ان انا اقطعه معاكم علشان هبتدي ان انا اضربه في الخلاط او هقطعه في الكبة او هفرمه يعني في الكبة. انا هقطعه كده عادي يعني بشكل عشوائي، مش محتاج ان انا اقطعه بشكل منظم او حاجة لان انا كده كده هطحنه. فانا على فكرة بحب استخدم الكبة عشان مش عايزة احط فيه مية. بس طبعا لو احنا ما عندناش كبة ينفع ان احنا نستخدمه في الخلاط وبيكون كمان مطحون اكتر. بس هنحط بقى شوية مية صغيرين كده او من الصوص اللي بيتعمل من الخلاط ليه. نبتدي ان احنا نضيف فوقيه بقية البنجر، لان انا مش عايزة مية كتير في الوصفة دي. فهنبتدي بقى نشوف، انا كده قطعت الكيلو. وهبتدي بقى الفلفل ده شكله بعد ما اتقطع، وده نص كيلو من الفلفل الرومي الأحمر أو الفلفل الحلو، في ناس بتسميه كده وناس بتسميه كده. دول نص كيلو، وفي الواحد اللي في ايدي ده كان زيادة فقلت للبياع مش مشكلة يعني. هبتدي بقى ان انا انضفه واقطعه واشيل من جواه البذر اللي بيكون من جوه. ده واحد كده هقطعه معاكم. بقطعه بالطريقة دي بيحافظ على الفلفل ما بيهدرش نصه. في ناس بتقطعه كده من فوق بالسكينة فبتشيل نصه، فلا يعني ده طريقة تقطيع الفلفل. ابتدي بقى اشيل البذر والحاجات الصفرة اللي انتوا شايفينها دي. واقطعه. طبعا انا بشيل الحاجات الصفرة دي علشان ما تأثرش على لون الصوص بتاعي، مش عشان هي مش مفيدة او حاجة، لا هي بتكون مفيدة وفيها الياف كتير. انا كده قطعته وشلت زي ما قلتلكوا الحاجات اللي من جوه والبذر. وهبتدي برضو نفس الكلام زي ما عملت في البنجر بالظبط، هبتدي ان انا اعمل في الفلفل الاحمر. هقطعه برضو بشكل اي حاجة عشوائي عشان هطحنه. طبعا احنا هنبتدي ان احنا بعد ما نطحنه هنضيف الاتنين على بعض. في ناس بعد ما بتطحن الفلفل بتديله غلوة على النار بحيث ان هو يخرج المية اللي فيه. الطريقة دي بيتعمل في الهريسة. الناس اللي بتحب الهريسة بتاعة الفلفل الحار او الحلو بيعملوه كده، بيحطوه على النار ويشيلوا المية اللي فيه تتبخر كلها. انا ما بحبش اعمل كده، انا بسيبه زي ما هو، ما بحطوش على النار بحيث ان الفايدة بتاعته تكون زي ما هي. مش عايزة ان انا اي حاجة في الفايدة بتاعته تروح. فانا كده خلاص قطعت الاتنين. هبتدي بقى انا اطحنهم. هطحن البنجر في الكبة بتاعتي، وهحط معلقتين ونص كبار او 3 معالق من الثوم المفروم، تقدروا تستبدلوهم بخمس فصوص ثوم كبار. هطحنهم كده مع بعض. وهقول لكم هيتعمل ازاي بعد كده. هبقى يعني بعد ما هطحن البنجر هطحن برضو الفلفل الاحمر، وهحط معاه معلقة كبيرة من الملح. المعلقة دي بتحفظ اولا الصوص. الملح طبعا بيبقى زي مادة حافظة هو والخل. فهقول لكم برضو احنا هنضيف خل. هطحنه كويس جدا. عايزين تطحنوه اكتر من كده او تنعموه خالص يكون زي الصوص او زي الكاتشب كده تعملوه في الخلاط، لكن انا عادي مش فارق معايا ان انا اطحنه قوي قوي يعني. كده هحط معايا 4 معالق او 3 معالق ونص من الخل. وعايزه اقول لكم هو مش هيأثر على الطعم خالص، ومش هيبان فيه ولا الثوم، ولا هيبان فيه الملح، مش هيبان فيه. ودي كمان ربع فنجان او ربع كوباية كبيرة من زيت الزيتون. وطبعا زيت الزيتون ليه فوائد كلنا عارفينها. وهبتدي بقى انا بضيف زيت الزيتون والخل والحاجات دي عشان بيحفظوا معايا الصوص لأطول وقت في التلاجة من تحت. وكمان بغلف بيه كل جزء من اجزاء الصوص بتاعي بحيث ان انا لما احفظه ما يحصلش تليف او عفونة في وسط الصوص او الحاجات اللي بنشوفها في الصلصة كده لما بنفتح برطمانات الصلصة ونسيبها مفتوحة بيحصل فيها حاجة زي كده. فالزيوت او زيت الزيتون بالذات هو بيكون مفيد، وفي نفس الوقت ما بيخليش العفونة دي تحصل او تتأثر بيها. ده كده شكله بعد ما طحنته.
وهنبتدي بقى ان احنا نخزنه او نحطه في البرطمانات بتاعتنا. ده برطمان عندي غسلته ونشفته كويس ومسحته بقطنة فيها خل او منديل فيه خل. زي ما قلت لكم الخل بيقتل اي بكتيريا او بيخلي البرطمان نفسه زي متعقم كده. تمام. هبتدي بقى ان انا اخد الصوص بتاعي وافضيه في البرطمان. زي ما احنا شايفين القوام بتاعه تقيل واللون بتاعه تحفة بجد، مش هتقدروا تستغنوا عنه. انا كده خلاص اهو مليت البرطمان بتاعي. مش لازم املاه للاخر خالص، لا، بتسيب فيه كده مسافة شوية علشان ما يكونش فيه اي هوا او كده. وهقول لكم ان احنا المعلقة بتاعه الزيت دي مش شرط زيت زيتون عادي، ممكن نحط اي زيت عادي، مفيش مشكلة، زيت ذرة، اي زيت شغال معانا. وهنضربه ضربتين كده او نعمل الحركة دي علشان لو في فجوات او هوا من جوه الصوص نفسه واحنا بنملاه ما يحصلش فيها تليف او عفونة او تعمل بكتيريا من جوه زي ما انا لسه بقول لكم. هبتدي، بصوا البرطمان ده يعني حوالي 850 جرام او 900 جرام، هو برطمانات كبيرة. الكمية بصراحة عملت معايا كمية كبيرة. انا بعمل كميات كبيرة من الصوص ده لان انا حرفيا ما بستغناش عنه في اي وصفة، اي صوص، اي تتبيلة. هو اولا ملوش طعم، ما بيتأثرش باي طعم، يعني ملوش نكهة معينة او نقدر نميز ان الاكل ده فيه طعم مختلف خالص. ده كأنكم مش حاطينه في صوصات بقى. المكرونة بتطبخي بتعملي طبخة فيها مثلا فاصوليا، سبانخ، بالذات السبانخ لان هي مليانة حديد بتبقى تحفة. زي ما انتوا شايفين كده ده تاني برطمان انا حطيته، وحطيت من فوق الوش برضو زيت وهغطيه. وده على فكرة الكمية دي يعني حوالي مثلا قولوا 2 كيلو، يعني انا جايبة كيلو ونص، كيلو من البنجر ونص كيلو من الفلفل، حوالي عمل لي 2 كيلو. وهيبقى برضو فايض شوية، هوريهولكوا كده بعد ما املأ البرطمان الصغير. كان فايض لسه شوية فحطيته في برطمان كده صغير عشان برضو استخدمه. عشان نستخدم من البرطمانات دي لازم تكون معلقة نظيفة، ما نستخدمش معلقة مطرح واحنا بنقلب الطبيخ او ان احنا نقربه من النار وندلق كده منه على الطاسة او الحاجة اللي احنا بنستخدمها، لا غلط. ادي كده دول شوية اللي فاضوا اللي انا قلتلكوا عليهم. جربوا الصوص ده مش هتقدروا تستغنوا عنه. الصوص ده طبعا مفيد جدا للأطفال والناس اللي عندها أنيميا أو في عندها مشاكل في القلب. ليه؟ لأن الصوص ده غني بالحديد. طبعا الفلفل الأحمر مليان فيتامين سي، فيتامين ج، فيتامين ألف، مفيد للنظر كمان، بيعزز اي اكله فيها حديد. زي ما قلت لكم السبانخ بيكون فيها حديد، فده بيعزز الاستفاده من الحديد الموجود في الطبخه. كمان البنجر فيه الياف وبيساعد على ان انتي لو بتعملي دايت او مثلا ولادك ما بيحبوش ياكلوا اكل مفيد، ده بيكون داخل في الصوص بتاع البيتزا، صوص الاسباجيتي، اي صوص احمر. انا نفسي بستخدمه زي كاتشب، ممكن احط عليه معلقة كاتشب واقلب وباكله مفيش اي طعم. كمان مفيد جدا للبشرة لان بيكون فيه فيتامين اي. كمان بيكون الناس اللي عندها مشاكل في المعدة بيساعد قوي على تحفيز البكتيريا النافعة اللي موجودة في المعدة، بيبقى حاجة مهمة جدا، ما يعملش امساك. طبعا انا لو قعدت اعدلكوا فوائد البنجر والفلفل الحلو مش هتخلص. عموما اي فاكهة او خضار فيه لون احمر او اللون البرتقاني زي الجزر والمشمش والحاجات دي بتبقى مليانة مضادات للاكسدة وبتبقى مفيدة جدا لينا كلنا. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس.